مفتقدة جدًا في حياتي إحساس الhomework. أمّا كنت صغيرة في ابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، كنت أرجع كل يوم كل اللي باعمله إن أنا كنت بامسك المادة أذاكرها وبعدين أعمل الhomework. على أيامي كنا بنسميه واجب، ما كناش بنسميه homework. كنت باعمل الواجب، كل مادة أعمل الواجب أخلّصها أقفلها وأفتح اللي بعدها، أعمل الواجب أخلّصها أقفلها وهكذا، لغاية ما أخلّص كل الحصص بتاعة اليوم. لا كنت بافكّر الhomework اللي أنا هاعمله ده أو الواجب هيعجب المُدرسة والّا مش هيعجبها، ما كنتش بافكّر إنه هيعجب زمايلي والّا مش هيعجبهم، كنت باعمل الhomework وخلاص. والمحصّلة إن كان آخر السنة كنت بابُص ألاقي نفسي مذاكرة كل المواد وحافظاها وفاهماها، علشان ببساطة كنت باعمل الhomework بس. بس إيه اللي اتغيّر دلوقتي؟ ليه دلوقتي ما بقيناش عارفين نعمل الhomework مع إن في homeworks كتيرة؟ يعني بس هو مفهوم الhomework نفسه اختلف. يعني زمان كانت الhomeworks عبارة عن كل درس بيدّيك مثلًا حاجة أو مسألة تحلّها في كل درس لكل مادة. دلوقتي بقى عندنا homeworks مختلفة في جوانب مختلفة في حياتنا. أنت ممكن أصلًا إنك تاكل أكل صحّي ده homework، إنك تتمشى أو تلعب رياضة ده homework، إنك تقرا في شغلك أو تطوّر من نفسك تاخد كورسات ده homework، إنك تسافر وتشوف أماكن مختلفة ده homework. في homework كتيرة أوي، في واجبات كتيرة أوي إحنا محتاجين نعملها، بس دلوقتي حقيقي بقى الموضوع صعب. إحنا ما بقيناش عارفين نعمل أي homework، بقينا طول الوقت مركّزين على نظرة الناس لينا. الحاجة دي هتعجب الناس والّا مش هتعجبهم؟ هيقيّموها إزاي؟ ليه ده حصل تفتكروا؟ هل أحد الأسباب هو السوشيال ميديا؟ يعني فكرة إن إحنا عقلنا اتعوّد إن إحنا نكتب post على الفيسبوك، فالpost ده ياخد likes وshares وcomments، فبالتالي ده يبقى بالنسبة لنا حاجة حلوة وتعلّي الدوبامين عندنا فنبقى سُعدا، فأي حاجة تانية مش هتدّينا جرعة الدوبامين دي مش هنعملها. تفتكروا ده سبب من الأسباب؟ يعني أنا بافكّر معاكم بصوت عالي. والّا ممكن يكون سبب تاني هو حتّة المقارنة على السوشيال ميديا، إن أنت طول الوقت بتفتح السوشيال ميديا بتعرف 200 بني آدم، ممكن تكون ما تعرفش أصلًا تفاصيل حياتهم الشخصية الحقيقية عاملة إزاي، بس بيوروك إنجازاتهم، بيوروك هُم خدوا ماجستير، خدوا دكتوراه، سافروا، مش عارفة عملوا إيه في شغلهم، عملوا إيه في حياتهم، اتجوزوا، خلّفوا. فأنت طول الوقت حاسس إنه الخطوات